الزمالك يا جماعه هيفوت الماتش الجاي لبيراميدز. طبعا ده الكلام اللي الاهلاويه عمالين يقولوه ويوهموكوا بيه، بس طبعا انا مش ذنبي ان الاهلاويه ما بيفكروش بربع جنيه حتى. ليه؟ هقول لك انا ليه. دلوقتي الزمالك خسر من بيراميدز الدور الاول 3-0، لك ان تتخيل 3-0 بزيزو. اصل الاهلاويه برضه عمالين اليومين دول يقول لك ان زيزو كان كل فريق الزمالك. احنا خسرنا بزيزو يا باشا. تمام؟ طيب بلاش الزمالك، في حين ان الزمالك لو خسر حتى من بيراميدز برضو الماتش الجاي هو ما عندوش دكه، ما عندوش سكواد اصلا، يعني بلاش الدكه حتى، ما عندوش سكواد في الملعب. تمام؟ المدرب بتاعنا لسه ماشي، مش مستنيين حاجه من الدوري. في حين ان الاهلي اللي هم بيقولوا احسن فريق في افريقيا، احسن فريق في مصر، عنده لعيبه من هنا للسنه الجايه، جمع لعيبه مصر ولعيبه افريقيا الحلوين كلهم في فريقه، ومع ذلك بعد كل ده ما قدرش يكسب بيراميدز لا الدور الاول ولا الدور الثاني. في حين ان بيراميدز في الماتشين كان مطرود منه واحد الشوط الاول صدفه، والطردين كانوا غلط اصلا، بس تمام مالناش دعوه. يعني انت بالطرد باللعيبه اللي عندك دي كلها معرفتش تكسب بيراميدز، عايزني انا الزمالك اللي ما عنديش فريق اكسب بيراميدز؟ فريت يا جماعه والنبي الاهلاويه، عشان انا مش ذنبي ان انتوا ما تفكروش. لما تحب تقولوا حاجه او تتهموا الزمالك بحاجه تفكروا الاول ربع ثانيه، اصل لو حد فكر ربع ثانيه بس هيفهم ان اللي بيقوله ده مش منطق خالص. ماشي؟ نفكر الاول بعد كده نتكلم، وما نجيبش سيره الزمالك عمال على بطال.